وأهلا بكل جمهور الزمالك العظيم. المستشار مرتضى منصور يتوعد بحل أزمة اللاعب أحمد فتوح. وطبعا المستشار مرتضى منصور النهاردة زي ما حضراتكم عارفين كان في زيارة للاعب أحمد فتوح من قلب قسم شرطة العلمين. وطبعا المستشار مرتضى منصور قال تصريحات مهمة جدا وتصريحات خطيرة. طبعا أولها ان المجلس بالكامل بتاع نادي الزمالك مفيش ولا واحد من المجلس قام بزيارة اللاعب يروح يواسي اللاعب في خلال هذه الأزمة اللي بيمر بيها، لأن طبعا زي ما احنا عارفين إن أحمد فتوح ده من اللعيبة كباتن نادي الزمالك، ومن اللعيبة المهمة جدا، ويعتبر أحسن باك ليفت في مصر. فطبعا دي حاجة مش كويسة في حق مجلس إدارة نادي الزمالك إن هم ما يتم زيارة اللاعب. وطبعا كلنا عارفين ان المستشار مرتضى منصور كان رئيس نادي الزمالك السابق، وطبعا عمل انجازات طبعا ما يقدرش ينكرها حد. فطبعا المستشار مرتضى منصور قال لك خلاص تم الاتفاق مع اهل المتوفي، اللي ان شاء الله ربنا يرحمه يا رب ويجعله يا رب من الشهداء، لان راجل كان بيمارس عمله وده طبعا قدر ربنا. ولكن المستشار مرتضى منصور أكد إن تم التواصل مع أهل المتوفي. وطبعا نادي الزمالك عمل نعي خاص من خلال الموقع الرسمي ومن خلال قناة الزمالك للمتوفي أمين الشرطة اللي صدموا أحمد فتوح بالعربية وتوفى طبعا للأسف. ولكن نادي الزمالك إن شاء الله قريبا يتم التواصل مع أهل المتوفي. طبعا إن شاء الله المشكلة تنتهي وتتحل، وإن شاء الله اللاعب أحمد فتوح يعود لبيته ويعود لنادي الزمالك إن شاء الله. نادي الزمالك اللي بيستعد طبعا لموسم جديد، وطبعا الزمالك اللي بيستعد لكأس مصر خلاص بقى اللي هيبدأ بطولة كأس مصر، طبعا اللي مجلس الإدارة قرر إنه يستكمل البطولة خلاص، ونادي الزمالك هيلعب البطولة وإن شاء الله تكون البطولة من نصيب نادي الزمالك، والزمالك يقدر يحصل على كأس مصر إن شاء الله. وطبعا الزمالك يكون دافع ليه قوي لمباراة السوبر الأفريقي اللي هتكون يوم 27/9 إن شاء الله مع الأهلي. فكل التوفيق لنادي الزمالك في الفترة القادمة، وإن شاء الله الأيام القادمة تشهد أخبار مفرحة إن شاء الله لجماهير الزمالك. وإن شاء الله أولهم إن شاء الله صفقة أشرف بن شرقي اللي خلاص اللاعب وقع على عقود انتقاله لنادي الزمالك، وإن شاء الله اللاعب خلاص يتبقى إن هو يحجز تذاكر الطيران ويجي إلى مصر ويتصور إن شاء الله، ويتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي، وإن شاء الله ينتهي أزمة اللاعب أحمد فتوح وكل شيء يبقى تمام. وفي النهاية بشكر كل جماهير الزمالك العظيمة.